ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. يا رب كده تكونوا دايما بخير وبسعادة ودايما في راحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا كده نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى ايه؟ فيديو جديد ويوم جديد. بس قبل ما ابدأ الفيديو، ما تنسوش حبايب قلبي اللي اول مرة يشوفني اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد. وعايزة لايك حلو قوي للفيديو ده، ويا ريت كمان كومنت حلو. النهارده بقى هنعمل ايه؟ بقالي فتره بصراحه ما عملتش حواوشي. يعني ممكن يكون كده بقالي حوالي سنه، زي ما تقولوا ايه، ساعات كده بكسل ان انا اعمله، ساعات بنساه، مع ان عندي بناتي بيحبوه جدا. فقلت اغير، يعني شويه تغيير. فالمهم هنا قلت اعمل جنبه. بصوا يا جماعه، انا اول مره اعمل رز جنب الحواوشي، فما اعرفش بقى هيعجبهم ولا لا. يعني انا قلت ايه؟ الف من دماغي. ساعات كده بتضرب في دماغي حاجات غريبة والله العظيم. المهم انا ايه، عندي رز يعني بسمتي، يعني بحب اللي انا اخزنه. مش اخزنه يعني بجيب كمية، لا، يعني من وقت للتاني كده لما باجي اشتري حاجات من تحت وبتاع. فممكن اجيب مثلا نص كيلو واركنه كده يعني. المهم قلت ايه، هعمل بطاطس بنعملها. هعمل ايه طيب يا ربي؟ المهم ان انا قعدت افكر ومحتار، عايزه اعمل حاجه كده، ايه، تغيير، فاهمين؟ طيب اجيب شيبسي؟ لا برضو. قلت والله لا، اعمل شويه رز بسمتي كده واجرب اشوف هيحبوه ولا لا. يعني لو ما اتاكلش، عوضي على الله هرميه. المهم ايه، او مش هرميها، هخليه يعني في التلاجة ينفع جنب اي حاجة تانية، لان نعمة ربنا المفروض ان احنا ما نرميهاش يعني. فطلعت كده كيس رز فيه حوالي تقريبا كان نص كيلو، بتهيألي ما كنتش واخده منه. قلت بقى اعمله، حطيت شويه زيت صغيرين واديته كده تحميره زي ما انتوا شفتوا. وحطيت الملح والكركم والميه. طبعا ساعات بعمله بشوربه وساعات ما بعملوش بشوربه. في ناس بتقولي حطي ماجي، انا ما بحبش الماجي في الرز لان ما بتعجبنيش بصراحه. يعني الماجي بتبقى بديل هما بيقولوا مش انا، الماجي بتبقى بديل الشوربه. لا، ما بحبهاش كده. انا لو ما عنديش شوربه بحط ميه عادي. هو انا بصراحه كان عندي في الفريزر، بس انا زي ما تقولوا بقى ايه، لسه هطلع الكيس وهفكه وبتاع. طب وعلى ايه؟ انا شايفه ان الاتنين بصراحه من وجهه نظري انا الاتنين واحد، ما يفرقش عن بعض حاجه. بس قلت بقى سيبه يتشرب كده على مهله. ورحت بقى جايبه اللحمه بتاعتي. طبعا اللحمه دي دي جاهزه عليها التوابل بتاعتها وكل حاجه. بس ما بيبقاش عليها طبعا ولا بصل ولا فلفل ولا الكلام ده. فقلت بقى ان انا، بص، انا بشتريها جاهزه، فاهمين؟ اللي هي بتاعت الحواوشي دي. المهم هنا كنت طبعا جايبه عيش طازه. فقلت بقى ايه، يعني جبت عيش طازة، وكنت في نفس الوقت كنت شايلة برضو عيش في الفريزر. عشان قلت لو ما كفاش، لانه لو في التلاجة ما ينفعش، لو اتفتح بيتقطع. فلازم يكون في الفريزر. طبعا سبته شوية على الصينية كده لحد ما فك. وهنا انا بعمل ايه، بصوا بقى، انا بحبه مقسوم نصين. بس عندي رحمة بتحب ايه، الرغيف بيبقى كامل. ما بتحبش الانصاص، يعني بتقولي بيبقى ناشف وما بيعجبنيش. فبعمل بقى لكل واحد حسب ما بيحب. هنا بعمل رغيف وبعمل انصاص. بس طبعا الطبق اللي على الميكرويف ده انا كنت مجهزاه من بدري. وحسيت طبعا ان هو مش هيكفي، فقلت اعمل تاني يعني ازود. فرحت مطلعه كيس عيش من الفريزر، وقلت اكمل بيه يعني لحد اللحمه ما تخلص. اللحمه دي حوالي نص كيلو، هي نص كيلو. بس فطبعا بقى ولا حطيت عليها ملح ولا اي حاجه، هي بتبقى جاهزه. المهم هنا خلاص كنت خلصت اهو. آه، بصوا، عايزه اقول لكم ان انا جربته قبل كده في الفريزر. يعني بعمله زي ما انتم شايفين كده. وبروح حاطاه في كيس في الفريزر، ممكن يقعد، يعني اللي انا جربته قعد معايا شهر، بعد كده بقى معرفش. يعني هي جت بالصدفة، مش خزين او حاجة، لا، انا جربته كده، كنت في مرة عاملاه وبعد كده جاني مشوار. فروحت حطاه في علبة في الفريزر. ونسيته بقى. فبعد كده ايه افتكرته، فلما طلعته لقيته بصراحة ربنا بعد ما فك يعني كأني لسه عاملاه دلوقتي. فلو انتوا يعني عايزين تعملوا كده. في التلاجة طبعا طعمه بيتغير، وبعدين العيش بيبوظ، بيتقطع وكده. فكده احسن في الفريزر احسن. بس هنا خلاص بقى كنت بزود عيش علشان اللحمة كانت لسه، كان في يعني لسه بواقي لحمة. آه، عايزة اقول لكم يا جماعة ان انا لما بعمل، صدقوا ان انا لما بعمل الحواوشي
بالفلفل الحراق والرومي والبصل طعمه بيبقى احلى، كمان بيبقى ليه ريحة حلوة قوي. بس اللحمة دي بصراحة ربنا ممتازة وفوق الممتازة كمان. بس انا ممكن يكون عشان انا اتعودت لما باجي اعمله بعمله بقى بالطريقة بتاعتنا اللي هي البصل والفلفل والكلام ده، بحس ان بيبقى ليه ريحة احلى. بس لما جربت اللحمة دي عجبتني جدا جدا بصراحة. ليها ريحة مختلفة، عارفين زي اللي احنا بنشتريه من بره. بس فهنا خلصت خلاص اهوت. هجيب بقى الصاجة. كنت عايزة احطه في الميكروويف، بس طبعا انتوا عارفين ان الميكروويف بيبقى ايه، بيبقى محدود. فعشان احط صينية مثلا، اللي هي الصواني بتاعت الكيكة، هتاخد ايه مثلا كبيرة قوي 3 رغيفة، فهقعد فترة كبيرة. فقلت لا، احطه في الصاجة بتاعت البوتاجاز دي، بتاخد معايا شوية حلوين يعني، بتاخد كذا رغيف. فده كان اسهل ليا يعني. لكن لو انا هعمل مثلا رغيفين 3 بس، ممكن وكمان في الميكروويف بحس ان هو بياخد وقت عن الفرن. في الفرن مفيش، ما بيكملش 10 دقايق بيكون خالص. هنا خلاص خلصت اهو. يلا بقى هنا هدهن الزيت، وبعد كده هرص العيش. عملت بقى ايه، ما كانش عندي مخلل، رحت قطعت طرنشات خيار وطماطم. هو بصراحة ربنا الحواوشي يا بنات ما بيبقاش حلو الا بالمخلل، بيبقى تحفة. طول عمرنا بناكله كده. فهنا خلاص بقى بصوا اهو. بصوا الصاجة خدت مني 4 ترغيفة، وكمان نصين يعني 3 ترغيفة اهو، وكمان نص داخل في الكام رغيفة. والله حلو قوي. طبعا الميكروف مش هياخد كل الهيصة دي، لا، يعني بيبقى برضو زي يعني بيبقى غير الفرن يعني. هنا خلاص بحط زيت من فوق الوش اهو. مره واحده يعني بتقولي ده انا بعمل الحواوشي، انا معرفش هي بتقولي كده ولا لا، بتقولي انا بحط على الوش زبده. فازاي بيتهيألي كده، بيتهيألي ان الزبده ممكن تكون بتنشفه. فانا كمني بحط زيت على طول، انا بعمل بالحاجه اللي انا اعرفها، فاهمين؟ ما اقعدش اجرب بقى وابوظ الدنيا. هنا انا حطيته في الميكروويف عشان يتدفى، يعني كان عدى وقت كبير فكان برد، فاهمين؟ فعشان يعني ناكل تاني كان برد، فقلت احطه بس في الميكروويف كده 5 دقايق يسخن يتدفى يعني وخلاص. هنا عملت طبعا طحينة، وكنت عاملة يعني شوية صغيرين كده، لان ما بتتاكلش بتحمض والله وبتبوظ، فما كترتش. بس هنا خلاص خلصت اهو. هعمل بقى الطبق بتاعي اللي هو الخيار والطماطم وخلاص. وادي غدوة. بصوا مفيش اسهل من كده، وبحب ابسط لكم الدنيا، فاهمين؟ مفيش احسن من البساطة يا جماعة والله العظيم. بدل بقى ما اعقد لكم الدنيا بقى، ويا جماعة دخلت عملت اكل والله العظيم وحصل وحصل، والواحد بيستتقل وبتاع والاكل بياخد مني وقت، وفي ناس عارفه تيجي تتكلمي كده معاها تشيلك الهم. لا، انا بحب ابسط الدنيا يعني. دخلت عملت اكله سهله بسيطه في ثواني كنت مخلصه يعني. بصوا، اصل انا بحب المطبخ جدا على فكره، بحبه جدا. وعايزه اقول لكم ان انا اصلا اكتر يومي بضيعه في المطبخ. اغسل مواعين، اروق، اعمل اكل، ممكن اجهز اكل اللي هو قبلها بيوم من بالليل كده. بس هنا بقى خلاص خلصت. برص بقى الرصه بتاعتي. ماشي. هتوحشوني طبعا لحد الفيديو اللي جاي. بالله عليكم ما تنسوش اللايك، انا عارفه ان انتم ممكن تكونوا بتنسوا غصب عنكم، بس انا بفكركم اهو اعملوا لايك دلوقتي عشان ما تنسوش. وادي الرز بتاعي. بصوا الرز على فكره البسمتي ده بيبقى احلى من الرز البلدي بتاعنا. وادي الاكل بتاعي خلص. يلا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.